يعني جالي الحقيقه خبر مش عارف صحته، وهو من صديق عزيز من بورسعيد. كان النهارده مسافر المانيا، وكان معاه على الطياره عبد الله السعيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وبيقول لي في الرساله: يا كابتن انا كنت في الطياره رايح المانيا النهارده، وصلنا المانيا الساعه 2 بعد الظهر، وكان معايا على الطياره عبد الله السعيد، والبوليس خده من على باب الطياره يحقق معاه. حاولت اتكلم معاهم البوليس وافهمهم او اترجم لهم، رفضوا، قالوا لي اتفضل انت، وخدوه ومشيوا الى غرفه التحقيق. وبعدين بيقول لي طبعا لو الموضوع يهمك، لا الموضوع يهمني ونص يا حاج جمال. وانا بحاول اكلم المهندس محمود طاهر، نتكلم سيد عبد الحفيظ، نتكلم حد من النادي الاهلي عشان نطمن عليه. ويعني ما كنتش احب ان انا اقول ده على الهوا عشان ما اقلقش الناس، لكن اتمنى ان حد من النادي الاهلي يرد او يطمنا عشان نطمن الناس. مره تانية عبد الله السعيد البوليس الالماني خده من على باب الطياره. هل بقى عشان دقنه ما يعرفش ده لعيب كوره ونجم قد الدنيا ولا اشتباه في اسماء؟ ما نعرفش. فيا ريت قبل يا شباب، قبل ما نختم الحلقه، نطمن على موضوع عبد الله السعيد. وانا بحاول اكلم الاخ